تاني لتكرار التفجير في نفس المحافظة خلال 3 شهور؟ هو ده دليل على ان المحافظة فيها خلايا نائمة قوية. الامر الثاني انها يعني هذه الافعال تحمل بصمات اما تنظيم القاعدة اما حماس المتعاونين مع جماعة الاخوان المسلمين، والهدف منها هو ارهاب الناس وثنيهم عن النزول في انتخابات 14 و 15 يناير، الاستفتاء على الدستور. ولكن أنا أظن أن هذا الأمر لن ينطلي على الشعب المصري، فالشعب المصري قوي، وكان قبل ذلك هدد قبل 30 يونيو بقطع الرؤوس، ومع ذلك نزل الشعب كله وأطاح بجماعة الإخوان وأخرجهم من القصور إلى السجون. هل تتوقع أن مثل هذا الحادث يتكرر قريبا بشكل أو بآخر؟ أظن أنه ممكن يتكرر، ولكن أنا أبشرك أن جهات الأمن سوف تتوصل إلى مرتكب هذا الحادث بأسرع مما تتخيل، لأن قوات الأمن والبوليس المصري أصبح الآن عنده معلومات كثيرة جدا عن هذه المجموعات. طب يعني يعني شيخ نعيم، يعني منين جاي لحضرتك الثقة دي إذا كانت كل هذه المعلومات متوفرة ولم ننجح في منع هذا الحادث؟ لا، هو في فرق بين ان انت يبقى عندك معلومات وتقدر تنفذها على الارض، بتاخد وقت منك، عناصر ربما تكون هربانة، عناصر انت بتحاول تقبض عليها ومش موجودة في اماكنها المعتادة، ولكن الامن حقق ضربات ناجحة جدا جدا بالنسبة ان انت بتواجه جماعة ارهاب دولي، وجماعة جلبت لك حماس وجلبت لك القاعدة ومسلحة ناس كتير وامكانياتها مهولة، وبيتم دعمها من المخابرات الامريكية ودعمها من الدول التي لا تريد خيرا لمصر. مليارات الدولارات بتنفق، فالحمد لله انت لو نظرت لسوريا فهذا هو السيناريو الذي كان يعد لمصر، فمصر الحمد لله تعافت تماما من السيناريو السوري. شيخ نبيل، هل حضرتك تعتقد ان يعني من قام بهذا الحادث متصل اتصال مباشر بانصار بيت المقدس او غيرها من الجماعات التكفيريه المتخذه سيناء موطن ليها؟ الان الذي يدير هذه العمليات هو محمود عزت الهارب في قطاع غزه، وهو يعتبر المسؤول العسكري لجماعه الاخوان المسلمين، وهو الذي يحرك كل هذه الجماعات سواء حماس او القاعده. وهو ومن غزة هو الذي يحرك التفجيرات في الدقهلية وفي سيناء وفي غيرها من المحافظات. طبعا هو اللي بيقوم بالتمويل والتجهيز والحاجات دي كلها، هو الممول وهو اللي بيوجه، يعني هو المحنفيه اللي بتفتح لهم. طب في ظل التضييق الامني دوت يا شيخ نبيل، هل حضرتك تعتقد ازاي ان بيتم التواصل بين هذه المجموعات والخلايا الارهابيه في المحافظات المختلفه يعني؟ لا، هو التواصل بيضعف كل مره بيضعف، ولعلك تتذكر يعني ان الاحداث في سيناء خفت جامد جدا، وجزء منهم هرب راح على ليبيا، وجزء هرب الى محافظات وجه بحري منها الشرقيه ومنها الدقهليه. هل تعتقد ان فلول الارهابيين دول او من هربوا من سيناء، هل تعتقد ان هم دلوقتي اصبحوا قنابل موقوته في باقي المحافظات؟ ايوه طبعا، ولكن الامن بيتوصل لهم وبيحقق معهم نتائج كويسه، ولكن ما زالوا من اعدادهم كبيره، يعني هم من الجيش بيواجه حوالي 4000 مسلح او 4000 متدرب على مثل هذه العمليات. تمام. الشيخ نبيل نعيم القيادي الجهادي السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح والافاده.